يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ولينا في وقت فين ما درتي كتلقى ناس كتسمع الموسيقى لدرجه ولات جزء لا يتجزأ في النهار ديال اي واحد. شنو اللي خلى الموسيقى في هذا الوقت تنتصر بهذا الجهد؟ وعلاش ماشي شي موسيقى اخرى بحال فيروز مثلا؟ وعلاش ما تخليش معك واحد لايك ولا عجبك الفيديو بارطاجيه مع الناس اللي قراب ليك؟ كلنا دايرين الكاسك، كلنا دايرين ليزيات كيسمعوا الترددات اللي كدير بالعقل ما بغات، كتاثر على السلوك والحركات ومدى الادراك، وهذا هو اخطر شيء. شنو كاين في هذه النغمه حتى كتخلي الانسان يستحلاها ويترخى معاها ويبقى غير تابعها بطريقه غريبه، كيتحرك معاها فين ما تحركات، داكشي لا اراديا. واش ما كتشكلش هي بحد ذاتها احد انواع الادمان؟ واش تغير شكل الادمان في هذا الزمن من الشمان والدكان والصريط للموسيقى واللي تقدر تلقاها في اي بلاصه؟ هادشي اللي غادي نحاولوا نفكوا اليوم باش نعرفوا اللغز ما يعرف بالمخدرات الرقميه، ماشي غير العالم العربي وانما العالم ككل. الرازي وابن سينا وبزاف ديال الاطباء المسلمين اتفقوا على ان الموسيقى علاج بزاف ديال الحالات، وكانوا كيستعملوها لعلاج المرضى ديالهم، وكانت لهم بزاف ديال الكتابات والشروحات على المفعول ديالها. وقبل منهم كانوا الاغريقيين الفينيقيين بداو في هذا المجال، ولكن ما كانش عندهم مساهمه كبيره. حتى غادي يجي العالم الالماني هنري دوف اللي غادي يكتشف ترددات كترخي بنادم كتخليه ينعزل عن الواقع، وهذا الشيء غادي يفتح الباب لبزاف ديال الحوايج باش تستعمل الموسيقى في مصحات العلاج النفسي مثلا، وكذلك لتعذيب السجناء الاسرى بحال اللي دارت الدول المتحاربه في الحرب العالميه الثانيه. كانوا كيشدوا السجين كيسدوا ليه عينيه وكيطلقوا ليه في ودنه موسيقى محفزه بجوج ديال الترددات مختلفه، وحده 940 هرتز وحده 900. علاش؟ باش ياثروا ليه على النشاط الكهربائي للمخ. كتولي تسمع في ودن تردد وفي ودن الاخرى تردد مغاير، كيكون زايد ولا ناقص على الاول. المهم ما تيكونوش بحال العقل في هذيك الساعه اش كيبغي يدير؟ كيحاول يكمل التردد الناقص ولكن ما كيقدرش، وهذا الشيء اللي كيخليه في حاله غير مستقره على مستوى الاشارات العصبيه والكهربائيه. وهذاك الفرق ما بين الترددات هو اللي كيتحكم في النفسيه والمزاج ديالك. اذا كان الفرق ما بين الموجتين اكثر من 40 هرتز كتكون بخير، تقدر تحل المشاكل والمسائل الحسابيه مزيان. واذا كان 25 هرتز ما كتبقاش تحس براسك مزيان، كتكون ماشي هو هذاك. واذا كان ما بين 7 و 13 هرتز كتحس براسك مزيان، واحد النوع من الهدوء والسعاده. اما النوع الاخير هو 4 هرتز كترخى، كتولي باغي غير تنعس، وهذه كتستعمل في الاسترخاء وتهدئه الاعصاب. والفخ هو ملي كتولي في هذا النوع ديال الموسيقى كتولي عندك مشاكل كبيره في النعاس بسبب التاثير ديال الترددات على الاشارات العصبيه في المخ. خلينا في موضوع النشوه اللي كتعطيك هذه الموسيقى. واش هي نشوه حقيقيه؟ كيف ما كان نوع الاثر اللي كتخليه الترددات فراه كيكون لحظي فقط، ولكن كيجرك باش تزيد تسمع بزاف ديال الموجات اكثر واكثر. وكيف ما كنعرفوا الموسيقى كتزيد من افراز هرمون الدوبامين، وهو نفس الهرمون اللي كتفرز المخدرات المجهده بحال الكوكايين والهيروين. هاد الظاهره خلات عالم النفس دانيال ليفيتين يخص 20 سنه من حياته على ود هاد الشيء باش يخرج لنا من بعد بكتاب بعنوان علم الهوس البشري. دار بزاف ديال التجارب باش يبين اثر الموسيقى في افراز الدوبامين في الدماغ. شد مجموعه ديال الاشخاص وخلاهم يسمعوا للموسيقى وراقب النشاط ديال الادمغه ديالهم بالرنين المغناطيسي، ولاحظ ان الدوبامين كيتفرز بكثره. واليوم ولات كتستعمل هذه الانواع باش تخلي المستمع ديما عيان ديما مكتئب. وكاين انواع كتوصل للادمان وكتوصل للنشوه ديال تعاطي المخدرات ديال بصح، ولكن بشرط واحد وهو تكون داير ليزيات كاسك. المهم باش يكون داك الشيء مغيز. الخطر هو ان هذا الشيء موجود وفين ما مشيتي غادي تلقاه، خصوصا انه ما كاينش قانون كيمنع هذا النوع من المخدرات. تخيل معايا فين غاديين بهذا الشيء. واحد الدراسه دارت على الفئران من طرف العلماء اللي اكتشفوا ان ترددات الموسيقى عندها تاثير عصبي على الانسان. شغلوا موسيقى كلاسيكيه في سماعه الراس للفئران ولاحظوا اختلافات كبيره في معدل توليد الخلايا العصبيه، وهذا الشيء ادى لتكوين خلايا عصبيه ودماغيه جديده مقارنه مع الفئران اللي ما خضعوش للتجربه. راك سموا فيلم. يعني المغزى من التجربه والنتيجه اللي توصلوا ليها ان الترددات الصادره من الموسيقى كتاثر على مجرى تكاثر الخلايا الدماغيه والعصبيه، والاكثر كتزيد من القلق ومستويات التوتر ديال المشاعر والاضطراب. صحاب الاكتئاب سمعتوني ياك؟ السؤال المطروح دابا، واش التجاره في المخدرات الرقميه فيها فلوس كيف ما المخدرات العاديه؟ اكبر سوق لهذه المخدرات هو الانترنت.
بحيث فين ما دخلتي غادي تلقاها موجوده، مع العلم انها كتخسر عليها الملايين ديال الدولارات وانت تقدر تسمعها فابور. وتخيل معايا، وحتى الا خلصتي كاع شي مقابل ما كتفوتش 3 دولار 30 درهم، حيت هما عارفين انه الضحيه ملي غادي يسمع المره الاولى غادي يعاود يرجع باش يخلص ضروري ما فيهاش. وبهذا الشيء كتدخل حتى هي الملايين ديال الدولارات واللي كيخليها تزيد تغرق السوق بالموسيقى. راه ما كايناش شي حاجه عبثا، كلشي مدروس. بعض الاحيان كتلقى شي مغني واعر ناضي مشهور ولكن كتلقاه ثاني مع شركه مهمه ومعروفه في مجال الموسيقى. في الحقيقه هذيك الشركه هي اللي خلات واعر، حيت هي اللي كتستعمل في الاغاني ديالو ترددات معينه اللي كتخليك انت تبقى تعاودها وتعاودها في راسك بلا ما تحس. وربما انت اصلا ما فاهم حتى شي كلمه ولكن كتبقى تدندن مع داك الديسك بحال الحمق، حتى تسربات لك لعقلك وخلاته يتفاعل معها لا شعوريا وكيغيب. الشركات سيدي عندها خطط مدروسه باش تدخل لك هاد الترددات لراسك. كتلقى اغنيه خاويه ما عندها حتى معنى ولكن كلشي كيعاودها. صراحه راه ما بقى ما يعجب. تخيل معايا هاد الشركات نهار على نهار كيتزادوا قوه، وهاد الشباب غادي يوليو هما النسبه الاكبر في العالم، وبهذا الشركه غتولي عندها سيطره اكبر على العالم. غير الله يسر وصافي. هادشي طبعا ماشي كلشي ومازال بزاف ما يتقال. اللي بغيت نقول لكم اليوم ماشي هو حبس الموسيقى، حبس الاستماع اولا نخلعكم لانه مني وجبد راه حتى انا كنسمع ليها، ولكن الحل هو عرفوا تختاروا الموسيقى اللي كتسمع ليها وحددوا الهدف من الاستماع. ما تخليوش يفوت حد ديال الترفيه، ولا بغيتي تسرعوها كاع عمر وقتكم بشي حاجه اخرى. دير شي حاجه تنفعك. فاش تبغي تسمع شي حاجه اسمع الكلام الله عز وجل اللي هو الاهم. وكان هذا موضوعنا ديال اليوم. كنتمنى نقدر نوصل لكم الفكره بطريقه واضحه وبسيطه. ما تنساوش تخليو لي الراي ديالكم في التعاليق، وشكرا لاي واحد كيدير كومونتير كيدير لايك، وشكرا لكم حتى وصلتوا حتى لهنايا. وهذا مكان نتلاقاو في فيديو جاي.